كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. خلاص رمضان كلها ايام بسيطة ويهل علينا بالخير ان شاء الله. اول حاجة كده عايزة اقولك ان انتي لو اتأخرتي في تفريزات رمضان، ده الحل الوحيد ليكي. تقدري ب20 جنيه تفرزي للسنة كلها، وبالذات كمان لو انتي من الناس اللي هي الميزانية بتاعتها بتبقى اليومية او يوم بيومه. عايزة اقولك ان شوية حاجات بسيطة تقدري تجيبي بيها التفريزات بتاعت السنة كلها، وهقولك ازاي معانا النهاردة. اول حاجة نبدأ بسم الله كده ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنسيش بقى تعملي لي لايك حلوة منك وكومنت اعرفي رايك في فيديو النهارده، ويا ريت بقى لو شيرتي الفيديو كده وتبقى ايه، شكرا جدا ليكي. المهم، اول حاجه عملتها هو ان انا جبت الخضار بتاع الاسبوع بتاعي، وكمان زودت عليه بقى الحته اللي هي ايه، ب20 جنيه كده. انتي وبتجيبي الخضار، انتي ونازله بتشتري اي حاجه، بتجيبي الولاد من المدرسه اي حاجه، المهم طالما دخلتي السوق ب20 جنيه معاكي. لو وفرتيها او عايزه تزودي عليها تقدري تجيبي ال3 كيلو طماطم ب10، اسمها ايه، البسله ب15. يعني ان انت تقدري تجيبي كل مره، يعني كل يوم حاجه. فانت كده بمعنى اصح ان انت كل مره هتقدري ان انت تفرزي حاجه. انا بعمل الحركه دي وبالذات مع الطماطم. الطماطم يا بنات محتاجين ان احنا نعملها بالسنه، يعني طول ما هي رخيصه لازم تجيبيها. ليه؟ لان هي اولا هتوفر معاكي وقت ومجهود ووقفه، وكمان وقت ما تغلى انت مش محتاجه ان انت تجيبي صلصه نهائي. انت محتاجه بس ان انت تطلعي من الفريزر وتروحي محطه بقى على الاكله بتاعتك وخلاص شكرا. كنت جايبه بقى مع المشتريات بتاعتي دي، كنت جايبه المجات دي، عجبتني جدا وشكلها لذيذ. قلت الولاد يحبوا يشربوا بيها حاجه سخنه كده في الجو اللي احنا فيه ده. كنت جايبه قبليها كمان المج دوت اللي هو كان مج حراري كده بايركس، بعيد يعني بعيد عنكم بقى، اتكسر وما تبقاش منه غير الغطايه دي والازازه دي. ده كان ب71 وده كانت ب15 جنيه. ما شاء الله بتاعت 15 جنيه اهي قاعده كويسه. ال75 جنيه دي ما عادتش، يعني ما كملتش بمعنى اصح، او ما لحقناش نشرب فيها حاجه. تمام، اتبقى منها الغطايه والشاليمو زي ما قلت لكم. تمام تمام. كده انا جبت الخضار بتاعي زي ما قلت لكم، جبت البسله كنت جايباها على مرتين. يعني انت بتشوفي نفسك كده هتقدري تجيبي ايه اللي هتجيبيه. خلاص يبقى النهارده جبت كذا، بكره كذا، كل يوم حاجه. ب20 جنيه هتقدري تملي تلاجتك وتملي الفريزر. تمام. 10 جنيه الخضره دي كمان ما شاء الله الكميه حلوه دلوقتي، الخضره متوفره وبتبقى حلوه. انا بحب الخضار بتاع الشتاء جدا يا بنات، بيبقى حلو وطازه وفي نفس الوقت ما بيبقاش اللي هو ايه، تحسي ان باقي السنه لا، بتاع الشتاء بتبقى احلى كتير. كمان جبت كرومبايتين طماطم زي ما قلت لكم، طماطم ما كنت جايبه على مرتين فما حطيتهمش جنب بعض، فحبيت اوريكم ان انت ممكن تجيبي على كذا مره، وان انت تقدري ان انت تحطيهم ايه، كل ما تبقي فاضيه او نازله او كده تروحي جايبه ايه طماطم. انا خدت منها الجامده هخليها للسلطه في التلاجة والباقي هفرزه كله. تمام. كمان كنت جايبه سبانخ، يبقى اهم حاجه عندي تفريزات في الخضار هيبقى السبانخ، البسله، الطماطم، دي اهم حاجه فيهم. تمام. كمان البنجر كنت جايباه الربطة دي كانت ب10 جنيه. كانت تقريبا يعني ايه، الحباية بتاعتها حلوة، فيها الكبير وفيها الصغير. بصراحة البنجر يعني بيغنيكي عن الصلصة بتاعت الشركات. فانتي لو حطيتي كل بقى 3 كيلو، 3 كيلو دلوقتي هيبقى ب10، الكيلو ب3.5. والجامدة شوية او اللي انتي بتنقيها بتبقى ب5 جنيه. بس بصراحة انا بتعامل مع حد بيبقى حاجته كويسة، بيديك الحاجة الكويسة وفي نفس الوقت ايه، بتبقى شروة كده، او اللي هو ايه هو بينقيها مش انتي. بيبقى ال3 كيلو ب10، حلو جدا. تمام. البنجر بحطه مع الطماطم بصراحة بيخليها لونها زي بتاعة الشركات واحسن كمان، وخاصة ان هي ما فيهاش مواد حافظة، فاحنا عايزين نقلل شوية المواد الحافظة لان كل حاجة دلوقتي في حياتنا بقت مواد حافظة. تمام. كده حطيت السبانخ على بعض لان عايزه لها قاعده محترمه كده، تنقيها بقى وتشوفيها هي والخضره دي، تقعدي قصاد التلفزيون كده بالليل وتتونسي بيهم وتقعدي تعمليهم واحده واحده. تمام تمام. دي بالنسبه لي اسهل طريقه ان انا ما بشيلش هم التفريزات في حاجه. تمام. يبقى كده الخضره هنتسلى عليها بالليل، انتي وقاعده على التلفزيون هتتسلي عليها. الكرنب انتي واقفه ما بياخدش في ايدي 5 دقايق. الميه او الميه اللي هتغليها فيها تبقى شغاله،
بتغلي على النار، وانتي في نفس الوقت بتقطعي الكرنبايه هتنزليها على بعضها. طبعا ده لو حجمها وسط صغيره على قد الحله، يعني شوفي اكبر حله عندك تدخل فيها الكرنبايه، هتطلعي لو هي كبيره شويه ممكن هتطلعي كام ورقه من بره، بس تحاولي تطلعي العنقود دوت. بصي انا بحاول ان انا ادخل من جوه كده عند العرق ده، وان انا اقطعه كله بحيث ان الورق يبقى مفرغ. واصله لك الفكره؟ بصوا هعمل مع بعض النهارده ان شاء الله كده فكره شفتها على النت عجبتني، بس هي بصراحه ما تنفعش مع اي كروم، يعني عشان نبقى واضحين مع بعض. الحاجه لما بتشوفيها حاجه وتيجي تنفذيها بتبقى حاجه تانية خالص. فهقول لكم دلوقتي. لو كنتي زي حالتي وشفتي الكرنب هم مقطعينه طبقات كده فوق بعضها، عايزه اقولك ان انا عملت نفس الحركه دي وهوريكم ازاي دلوقتي. بس بصراحة يعني مش هكدب عليكي، كل واحد وليه طريقة، وكل واحد وليه حاجة مرتاح فيها. تمام. فهنشوفها مع بعض هنعملها معاكم ازاي، وفي نفس الوقت ايه هقول لكم رأيي فيها. كده انا عملت الكرنبايه التانية. انا طبعا زي ما قلت لكم انا بقطع العروق من بره. كل الورق الاخضر دوت اللي من بره بخليه للطبقه اللي من تحت خالص بتبقى في الحله، بحيث ان انت لو الحله اتحرقت شاطت شويه ما بتمسكش خالص في الكرنب بتاعك، او اللي هي اول طبقه بتبقى قريبه من النار. تمام تمام. فبالنسبه لي انا ما برميش ورقه في الكرنب بصراحه. بالنسبه لي الكرنب كل ورقه فيه انا بستخدمها. تمام. ورقه بتحطيها من تحت خالص، او ورقتين، ممكن ورقتين 3 من تحت خالص عشان لو النار زادت شويه ما يحرقش الكرنب بتاعي، وفي نفس الوقت من فوق ورقتين برضو عشان يساوي الوش بتاع الكرنب. تمام تمام. زي ما قلت لكم انا فرغت النص كده بتاع الكرنبايه من جوه، وكده بقت الكرنبايه جاهزه معايا، مجرد هسقطها في الميه اللي بتغلي واطلعها تاني بقى ورقه بورقه. كده انا قطعت الطماطم وحطيت عليها البنجر، بقت زي الفل الحمد لله. كان لونها احمر وردي، مش الاحمر الجامد قوي، وفي نفس الوقت ايه يعني ما تفريهاش عن بتاعه الشركات، وفي نفس الوقت طعمها حلو ومن غير مواد حافظه. انا عن نفسي بحاول ان انا اقلل، وفي نفس الوقت ايه احنا عارفين يعني اهي تساعد شويه. تمام تمام. كده انا هقلب فيها، سبتها طبعا لما غلت خالص، وهي وال البنجر هضربها، ابتدي انا اضربهم في الخلاط. تمام. وبعد كده اشتغل فيهم واحده واحده. كده كنت بقطع بقى قعدت قعدت على الترابيزه وبقطع الخضره بتاعتي واحده واحده، وعلى الروقان كده براحتك. شغلي بقى حاجه جنبك تسلي في حاجه، تلفزيون قصاد مسلسل، المهم اعملي اي حاجه انت وقاعده بتعمليهم، مش هتحسي بيهم، وفي نفس الوقت ايه اديكي بتعملي حاجه بتشتغلي بيها. تمام تمام. زي ما شفتوا انا كنت حاطه ميه على النار بتغلي لحد ما احط الكرنب. تمام. قولي لي بقى انت ابتديتي في التفريزات ولا مش من الناس اللي ما بتحبش التفريزات، عشان اعرف ان ناس كتير ما بتحبش التفريزات ولا وما بحبش الحاجه تبقى متفرزه. بس عايزه اقولك ان كل حاجه في حياتك دلوقتي محتاجه ان انت تنجزي فيها، محتاجه ان انت تجهزي حاجات تسهل عليكي الوقفه في المطبخ، وتسهل عليكي ان انت الحاجه وقت ما تعوزيها تلاقيها جاهزه. الحاجات دي على فكره كتير قوي بتنجز في الوقت، وفي نفس الوقت ما تحسيش ان انت عملتي مجهود. تمام تمام. كده كنت عملت جزء صغير معاكم، ودخلت بقى عملت لي شويه ايه اعشاب كده اشربها تدفيني شويه في الجو ده. وحبيت ان انا اجرب المجات دي، عجبتني جدا، وفي نفس الوقت خدت الشاليمو اللي بتاعه الكوبايه اللي اتكسرت، عشان طبعا ازاز التاني بلاستيك فمش هينفع. فانتي بتعملي شغل البيت حاولي ان انتي تروقي على نفسك بحاجه، كوبايه عصير، اي حاجه تعمليها. يا سلام بقى لو عملتي كمان ماسك لنفسك كده للبشره ولا حاجه وانتي بتشتغلي في البيت، يبقى ضربتي عصفورين بحجر، شغاله في البيت وفي نفس الوقت بتعملي السكين كير بتاعك. تمام. بصوا انا كده دخلت كمان عملت خلصت من الخضره، دخلت اعمل الجزر عشان هعمل البسله انا كنت خلاص يعني عملتها فصفصتها، وهبتدي افرزها بالطريقه اللي بتريحني، ان انا مش بغليها، مش بحطها في نار على النار او في ميه سخنه وميه بتغلي او بعد كده في ميه ساقعه. بصراحه بحطها على طول في الفريزر، بتبقى سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت ايه بتطلع اول ما طلعتيها بتطلعيها على النار على طول، متسيبيهاش تفك. تمام. الحاجة المتفرزة بالذات بتحب ان هي تطلع على النار على طول، عشان ما تديهاش فرصة ان هي تفك وتجيب المية بتاعتها، او ان هي تبقى تبوظ او فاهمة قصدي.
ان هي تبقى مش حلوة، او ان هي تبتدي تصفر بقى وتاخد تأكسد مع الجو. تمام كده انا هقطع الجزر بتاعي، كل الكمية دي هقطعها مربعات او مكعبات يعني، وبعد كده اعمل احطها مع الجزر. انا ما سلقتش حاجة لحد الان، انا ما سلقتش حاجة. تمام خلصت بقى الجزر كله كده، ولقيت كمان الميه غلت، حطيت فيها الكرنبايه زي ما قلت لكم. ده يعتبر مقاس الحله بتاعتي، اكبر محله عندي في الالومنيوم. مقاس تقريبا 30. تمام فانتي بتشوفي زي ما قلت لك، بتشوفي الكرنبايه بتاعتك حجمها قد ايه، هتدخل جوه الكرنبايه الحله ولا لا، وبتبتدي ان انتي تشيلي منها كام ورقه كده عشان تدخل. اول ما دخلت وابتدت تاخد غلوه، انا نزلتها الاول بوشها بالقلب بتاعها وظهرها لبره، فابتديت ان انا اشيل واحده واحده ورقه قلبتها، وبعد كده هشيل ورقه ورقه اللي هي خلاص حسيت انها استوت. وخاصه لما تكوني انت هتفرزي فمش بتقعديها في الميه كتير. تمام بصوا هنا بقى الغلطه اللي هنا اللي حصلت ايه، ان انا ما حط يعني ما قطعتش العرق اللي من جوه كويس. فللاسف ان هي الجزء الكبير من اللي معايا دوت لقيته ماسك في بعض. فعادي مش مشكله، هي كده كده اتسلقت وخدت السلق بتاعها. هبتدي احطها في المصفى بتاعتي عشان تنزل الميه بتاعتها، وبعد كده هقطعها عادي جدا كانك بتقطعي اي حاجه. فبالطريقه دي هي ما بتاخدش معاكي دقايق بالظبط وبتبقى خلصانه، يعني بالظبط انا بس مجريه الفيديو، هي ما بتكملش 5 دقايق على بعض. تمام دي احسن طريقه، انا ممكن افرز 10 20 كرنبايه بالطريقه دي ومش هتتعبك. ناس كتير شافت الطريقه بتاعه التفريز دي، السلق دي حلوه قوي يعني، اسهل منها مفيش. الميه كنت حاطه فيها كمون عشان كده يمكن لونها غامق شويه، وما بحطش ملح بصراحه، عشان الملح بحس ان هو هيدوبها، وانا مش عايزاها تدوب، عايزاها كمان تفضل مقرمشه وماسكه نفسها. نص معلقه سكر. السكر بقى مع اي حاجه بتغليها او اي حاجه بتستويها على النار هتفضل مدياكي القرمشه بتاعتها لحد ما تيجي مطلعها تاني. يعني في ناس بتحط مع البسله، مع الجزر، مع اي حاجه بتسلقيها على النار عشان تفرزيها، بتحط معاها نص معلقه سكر، بحيث انها تفضل مديها القرمشه بتاعتها. بس كده، فانتي بسم الله ما شاء الله خلصتي كرومبتين انتي واقفه، وما ما تعبتيش وما عملتيش مجهود، وفي نفس الوقت خلصتي بسرعه. فدي احسن طريقه بالنسبه لي بصراحه، يعني جربوها ولو ريحتكم بقى هتبقي انجزتي كتير. تمام هبتدي اطلع فيها واحده واحده كده وخلاص بقى. بصوا هنا برضو كانت ماسكه معايا، ما قطعتهاش كويس، تقريبا مستعجله فما ما ركزتش. فهبتدي برضو ان انا هي وفي النار بالسكينه كده. خلاص هي طريت على فكره، طريت جدا. بصوا حتى مش عارفه امسكها. طلعت كل جزء فيها لحد بقى ما خلاص. انا كده كمان هحط الورق الاخضر. الورق الاخضر ده قلت لكم انا ما بستغناش عنه، لان هو بالنسبه لي طبقات من تحت وطبقات من فوق عشان تحافظ على رصه الكرنب بتاعتك. تمام ندخل بقى على الطريقه اللي شفتها على النت زي اي حد، وقلت اجربها. تمام بصوا هي مفروض انها تتعمل كده، المفروض ان سوري يا بنات، المفروض ان هي بتتعمل كده. المفروض ان الورق يبقى قصاد بعض. ده ورق اخضر معايا كويس ونظيف، فعملته ايه برضو هيتحشي معايا. تمام المفروض ان انتي بتحطي الورق على بعض، وفي نفس الوقت ايه تقطعيه بالطريقه دي كأن انتي بتقطعي كراسه بالظبط. بس هو مشكلته ان هو بيهدر في الورق. يعني انتي لو عندك الورقيه مظبوطه وفي نفس الوقت كويسه، الجوانب الحتت الزياده اللي انتي ممكن بتدخليها في لفه الكرنب هتقطعيها وهترميها. تمام بالعكس انا عندي ان انا يعني الحتت الزياده دي بزودها في اللفه، فخلاص هي كده كده بتبقى ما بتهدريش منها حاجه، فهي حلوه وفي نفس الوقت مش حلوه. الورق انتي بتخلصي بتنجزك وفي نفس الوقت بتخلصي بسرعة. ولو عايزة الورق يبقى مظبوط، لو الورق بتاعك متقطع او ورق الكرنبايه من جوه متقطع هتهدر معاكي جامد جدا وهتبقى مش حلوه. تمام يبقى لازم تبقى عارفة ان الورق لازم يبقى سليم، الورقة لازم تبقى مفرودة وما فيهاش تقطيع، ما فيهاش اي الحاجات اللي هي بتبقى في النص دي. لازم الورقة تبقى سليمة جدا عشان الطريقة دي تنفع معاكي.
تمام. بصوا انا بوريكم بقى لما تتلف ازاي، لان فيها اجزاء بتبقى مش طبعا مش سوا واحد، فمش هتهدر شويه حلوين، يعني شويه حلوين حلوين. تمام. بس هي بصراحه كفكره لذيذه حلو. لو انت من الناس اللي بتحب ترصها هتبقى حلوه قوي بالنسبه لك. تمام. فدي بالنسبه لي انا لما جربت، لا كل واحد ليه طريقته وكل واحد ليه الطريقه اللي هو مرتاح فيها. تمام يا بنات، جربوها وكل واحد بقى ايه وراحته مع الحاجه اللي بتريحه. تمام. عارفين هنا كنت حاسه نفسي بجري ورا البسله وهي بتجري مني يعني، فلقيت ان مفيش حل اكتر من ان انا اجيب المصفى دي والم بيها، ولو في حاجه باينه اشيلها. تمام. هنا كنت غسلت البسله مرتين، وهرجع اصفيها بقى في المصفى دي واسيبها واركنها على جنب. المهم انا جايبه زي ما قلت لكم ب20 جنيه تقدري ان انت تجيبي التفريزات بتاعتك وتفرزيها، وفي نفس الوقت مش هتكلفي الميزانيه بتاعتك. كنت جايبه على مرتين، اتنين في اتنين بسله. فطبعا كيس ورا كيس، فحسيت ان في كيس كده ما يعني ايه، ما اعرفش كان وصلت له ميه بقى ولا ايه. المهم ان ايه الحبايه بتاعته كان او الورقه بتاعته ما عجبتنيش، فسبت ده لوحده وده لوحده، او غسلت ده لوحده وده لوحده. تمام. كده انا غسلت ايه ده الجزء التاني من البسله. عملت معايا بصراحه كميه حلوه، وكمان طلعت منها واستخدمت منها وكانت جميله وحلوه جدا وما فيهاش اي مشكله. فانا بالنسبه لي الطريقه دي مرتاحه فيها كذا سنه بعملها بنفس الطريقه. بشيلها في الفريزر على طول من غير اي سلق ولا اي حاجه. فدي الطريقه المريحه بالنسبه لي، وفي نفس الوقت يوم ما بطلعها على طول على النار، او خلاص بتبقى التسبيكه او الصلصه بتاعتها متسبكه وجاهزه، بنزلها على النار على طول، فبتفضل بلونها وبتفضل جميله جدا هي والجزر. لان انا بحب ان انا الجزر مع البسله فرزهم مع بعض، بحيث ان انت في اي وقت كده عايزه تطلعي كيس بسله هتطلعي من الفريزر بالجزر بتاعه جاهز. وفي نفس الوقت لو ما عندكيش جزر انت مش مضطره ان انت تنزلي تشتري. فدي كلها حاجات كده بتخليكي ان انت الموضوع ايه بيبقى اسهل معاكي. يعني صلصه جاهزه، يا سلام بقى كمان لو مقطعه البصل وعامله لك شويه بصل حلوين كده، والبصل رخيص دلوقتي، وحاطه عليه كمان الصلصه مسبكاها، فيبقى تعملي اكياس كده ايه جاهزه بالبصل بتاعتها، صلصه بالبصل بتاعتها كمان هتطلع على النار على طول، ومعاكي البسله جاهزه. فانت كده اكله مش هتكمل 10 دقايق في ايدك، تك 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 ورا بعضه هتبصي تلاقي الاكله جهزت، مش هتاخد وقت. تمام. حاجات كتير ممكن تقدري تعمليها، هي هتسهل معاكي الدنيا وتسهل الوقفه، وبالذات في رمضان بنبقى تعبانين ومفرهدين اساسا من ما فيش، فانت عايزه الحاجات اللي هي تسهل عليكي. كمان كده عملت السبانخ كنت قطعتها وجهزتها وكله تمام، فمش فاضل معايا غير ان انا ايه هغسلها. انا بحب اغسلها بالطريقه دي، في ناس بتغسلها الاول وبعد كده بتقطعها، فكل واحد على حسب إيه راحته. هنا حبيت اوريكم الورق ده، الورق الاخضر. بصوا هي كل ورقه بورقها، انا مرضتش ان انا اقطع منهم واظبط واحنتف فيهم عشان يبقى شكلهم حلو. لا بصراحه حبيت الورق زي ما هو كده، لان انا بحب الف الورقه ايه على بعضها. تمام. كده كان كل حاجه جهزت معايا، وفي نفس الوقت انا بصفي كل حاجه بتتصفى، سواء السبانخ بقى، سواء الخضره، سواء اي حاجه بتتصفى. كده كنت ضربت الطماطم خلاص جهزت معايا. كده انا جبت المج دوت او الكوبايه الكبيره دي شويه، هي كوبايه ميه او مج كبير. بحب احط يعني بحب اعمل معيار كده كله متساوي، بحيث ان انا ابقى عارفه انا حطيت قد ايه. المج دوت انا بملاه يعتبر، وفي نفس الوقت ايه ده المعيار بتاعي. هعمل تقريبا كده مش فاكره كان كام كيس. المهم كل ما بضرب شويه بروح حاطه في الكوبايه وعامله ال الطماطم. تمام. بس كده انا خلصت الطماطم، البسله، الكرنب، سبانخ. فما شاء الله اللهم بارك، كذا حاجه في نفس الوقت، ومخدتش معايا وقت، وفي نفس الوقت ايه سهله وسريعه ومش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود. طبعا ان انا احط في اطباق دي بس علشان الراسه بتاعتهم تبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت لو انت عايزه تحطيها في اكياس هتوفر معاكي مكان، والاطباق دي كمان بيبقى شكلها كويس وفي نفس الوقت بتوفر مكان. انا ليه ما حطيتش الكرنب في اطباق تانية، لان الطبق ده كبير، اللي ورا ده كبير والطبق التاني اصغر منه. هنا بحط الطبق الفويل فوقيه طبق فوقيه يعني
طبقة كده من ورق التلاجة، بافتحه نصين علشان ما يبقاش ايه، عشان انا الاطباق الفويل دي اساسا انا ببقى مستخدماها من الاطباق الجبنة اللي عندي، مش بروح اشتريها. تمام، فاحنا مش هنشتريها. زي ما قلت لك انا ما بشتريش اطباق الفويل. اطباق الفويل دي يعتبر اللي عندي هي بتاعه الجبنه، لو اشتريتي جبنه من بره او حاجه بتلاقي الطبق نضيف وكويس، فبغسله وخلاص بتستخدميه. فابتدي ان انا احوشهم. كان عندي كميه كنت شارياها مع اللي انا مستخدماه، مع اللي هو اللي انتي مطلعاه من الجبن والحاجات دي، فحلو. وفي نفس الوقت استخدمته لقيته مش هتضطر ان انتي تشتري، فحاجات بسيطه كده ممكن هتوفر معاكي في الميزانيه كتير جدا. المهم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وحاجات بسيطة وسهلة، وسهلي الدنيا على نفسك عشان بجد يعني كل حاجة بقت صعبة، وكل حاجة عايزة وقفة وعايزة مجهود. فالحاجة اللي تبقى سهلة سهليها على نفسك. انا كده عملت التفريزات، يعتبر اهم التفريزات عندي الكرنب، الطماطم، البسلة والسبانخ. دي كانت اهم تفريزات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم بإذن الله، وربنا يجيبه علينا بالخير ان شاء الله. دي كمان خضرة كانت جزء لوحدها، طلعيها كمان على النار على طول وتحطيها على الاكله بتاعتك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السبانخ هنا معلش اسفه ما جبتهاش معاكم، السبانخ حطيتها بس في معلقه زيت وشوحتها على النار. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. باي باي.